تخيلوا إن الفنان الكبير فريد الأطرش لحن أغنية بكلاكس العربية. إزاي الكلام ده؟ في مرة فريد كان زهقان شوية فخد العربية بتاعته يلفلف بيها، وكان قاعد جنبه مين؟ صديقه المؤلف والشاعر الكبير عبد العزيز سلام. ففريد قال لعبد العزيز صاحبه، قال له ايه رأيك ان انا هزمر بالعربية وانت تحط على الكلاكسات اللي انا هعملها تركب عليها كلمات. فعبد العزيز سلام افتكره بيهزر، فقال له معقول الكلام ده؟ قال له اه تعالى نعملها. فراح بفريد بدأ يعمل كده. عبد العزيز سلام ركب الكلمات على الكلاكسات اللي فضل طول الطريق فريد يعزفها كده بإيده لحد ما طلعت أغنية في الآخر. ما كانوش مصدقين نفسهم إن على آخر اليوم طلعت أغنية جميلة جدا. استنوا أسمعها لكم. وياك وياك الدنيا حلوة وياك، في صفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي برضاك. وياك الدنيا حلوة وياك، في صفاك. الأغنية دي اتغنت سنة 1952 في فيلم لحن الخلود اللي كان بطولة فاتن حمامة وفريد الأطرش. فريد الأطرش بعديها بكام سنة كان قاعد في قهوة في باريس، وهو قاعد سمع الأوركسترا عمال بيدندن بلحن جميل قوي كده، فقعد ينتبه كده ويقول اللحن ده مش غريب عليا، أنا عارف اللحن ده كويس. أتاري ده الأوركسترا بتعزف اللحن بتاع أغنية وياك. فريد الأطرش كان فنان عالمي، مش بس كده، مش الأغنية دي بس الوحيدة هي اللي كانت بتتعزف في الأوركسترا، لا ده ليه أكتر من أغنية زي أغنية يا زهرة في خيالي وغيرها وغيرها. كل الأوركسترا العالمية بتعزف المزيكا بتاعت فريد الأطرش. حبيت أحكي لكم الحكاية دي عشان وانت بتلفلف بالعربية بتاعتك وتكلكس كده بيها تعرف ان هي ممكن تطلع منها أغنية جميلة جدا، بس مش أي حد يألفها ولا أي حد يلحنها، لا ده فريد الأطرش بس. أنا راضي يا حبيبي برضاك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح